أنتم هنا في بودكاست الأجزخانة مع دكتور رفعت. الأجزخانة فيها الدواء، بس إحنا عندنا الحكاية. إحنا هنا بنوزن الكلمة قبل ما نوزن الجرعة. يا أهلا بيكم يا أصدقاء في حلقة جديدة. حلقة النهاردة مش عن مريض كبير في السن ولا عن دواء ضغط أو سكر متعودين عليه. حلقة النهاردة عن شباب زي الفل، شباب في عز صحتهم بيروحوا الجيم عشان يظبطوا فورمة الساحل، وفجأة تلاقيه وقع من طوله وسط الحديد. تفتكروا ليه؟ هل عشان شال وزن تقيل شوية؟ لا خالص، السر كله مستخبي جوه علبة بلاستيك سودا. الكابتن قال له خد السكوب ده وهتكسر الحديد. تعالوا بقى أقعدكم جنبي هنا على كرسي الأجزخانة ونفتح العلبة السودا دي مع بعض. ترند البري وورك أوت العشوائي أو مكملات الطاقة المضروبة. سامعين الصوت ده؟ ده مش صوت مزيكا، ده صوت قلب شاب واخد سكوب طاقة مجهول المصدر. خليني أسألك سؤال، انت لو معاك عربية موديل السنة، موتورها جديد وزي الفل، ينفع تحط لها بنزين مغشوش مخلوط بمواد قابلة للانفجار وتقوم دايس بنزين على سرعة 200؟ أكيد لأ، الموتور هيفرقع منك. ده بالظبط اللي بيحصل لقلبك. علميا بقى، البري ورك اوت المحترم والمرخص بيكون فيه نسبة كافيين محسوبة، شوية أحماض أمينية توسع الشرايين بالراحة، وفيتامينات. لكن العلب المضروبة اللي بتتباع تحت بير السلم أو أونلاين من غير رقابة دي قصة تانية خالص. تخيل معايا إن السكوب الواحد من ده ممكن يكون فيه كافيين يعادل من 5 ل 6 كوبايات قهوة تقال جدا. انت متخيل الرقم؟ طيب ده بيعمل ايه؟ الكافيين الزيادة ده ومعاه مواد منشطة تانية مستخبية بيروحوا يخبطوا على باب الجهاز العصبي السمباثاوي Sympathetic Nervous System. الجهاز ده هو بتاع الطوارئ في جسمك، بتاع اضرب واهرب. فجأة جسمك بيفرز أدرينالين بكميات مرعبة، الأوعية الدموية تنقبض، الضغط يضرب في السماء، وانت أصلا بتشيل حديد، يعني ضغطك بيعلى خلقة. النتيجة حاجة بنسميها أريثميا أو لخبطة في كهرباء القلب. القلب بدل ما بينبض بمعدل طبيعي عشان يضخ الدم، بيبدأ يرفرف ويرتعش، وممكن لا قدر الله القلب يقف فجأة. تقارير ال FDA والكلية الأمريكية للطب الرياضي بتحذر بقوة من المنشطات المستخبية في المكملات دي، لأنها حرفياً بتلعب في عداد عمرك. هتقول يا دكتور رفعت، طب أنا بشتغل طول اليوم وبروح الجيم مهنج، أجيب طاقة منين؟ سؤال ممتاز، وعشان أنت سألت السؤال الصح أنا مجهز لك الرد الصح. لو بعت لي كلمة طاقة في رسالة على صفحتنا، هبعت لك فوراً خريطة دكتور رفعت للبدائل الطبيعية الآمنة اللي تديك باور في الجيم من غير ما تأذي قلبك. بس خليني أغششك منها حاجة دلوقتي. إيه رأيك في موزة أو فنجان قهوة مسبوق قبل التمرين بنص ساعة؟ صدقني جسمك مش محتاج أكتر من كده عشان يكسر الدنيا، بس وانت محافظ على موتورك سليم. وصلنا للنصيحة الذهبية بتاعت كل حلقة، ركز معايا فيها قوي. العضلة اللي بتتبني في يومين ممكن تهدي صحتك في ثانية. اوعى تسترخص في صحتك، واوعى تدخل جسمك حاجة انت مش عارف أولها من آخرها. الرياضة حياة، بلاش نحولها بإيدينا الخطر. خلصت حلقة النهاردة من موضوع مكملات البري ورك اوت العشوائية. كنت معاكم أنا دكتور رفعت من بودكاست الأجزخانة. استنوني في الحلقة الجاية، لأنه دائما وراء كل دواء حكاية. سلام.